April 28th, 29th, and 30th. Save the date. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة النصمالجيا. معظم عشاق دي سي وسنايدر فيرس عارفين باللي غادي يكون غدا ان شاء الله مؤتمر الحدث اللي غيديروا المخرج زاك سنايدر للاحتفال بافلامه الخاصة بعالم دي سي في 3 أيام اللي غادي يحضر فيها كل عشاق ومحبين زاك سنايدر والافلام ديالو. بالنسبه اللي ما كيعرفش، زاك سنايدر هو المخرج اللي دار الافلام ديال الاخيره ديال دي سي، ديال مان اوف ستيل وباتمان في سوبرمان و جاستس ليغ. كان دارهم على اساس اعمال كيف ما البعض كيعرف انه كان باغي يدير واحد ثلاثيه ديال جاستس ليغ، ولكن نظرا بسبب انتحار ديال الابن ديالو ما قدرش يكمل العمل على جاستس ليغ، و ما بقاتش كمل السلسله الثلاثيه اللي كان باغي يدير. هاد 3 أيام غادي يكونوا في باسادينا في كاليفورنيا. غادي يكون العرض ديالهم في كل يوم غادي يدير فيلم وغادي يدير نقد عليه ومؤتمر عليه. النهار الاول غادي يدير مان اوف ستيل اللي هو 28 ابريل، اللي هو غدا الجمعة 28 ابريل 2023. 29 ابريل غادي يدير باتمان في سوبرمان. غالبا ماشي داون اوف جاستيس، غادي تكون التيمات، فيرسيون التيمات اللي خرجت 6 شهور مورا العمل ديال باتمان في سوبرمان. وسنايدر كات ديال جاستس ليغ اللي كانت دارت في الاول غير جاستس ليغ في 2017، ودار الاعاده ديال البث ديالها في اش بي او ماكس اللي هي تابعه لورنر بروس 2021، واللي هي كانت اطول عمقا واكثر تفصيلا من الفيلم اللي دار في 2017. هذا الشيء غادي يدار في جوده عاليه وبتقنيه اي ماكس، وغتكون فرصة لجميع المعجبين ديال زاك سنايدر انهم يتفرجوا في الاعمال بثلاثة في 3 أيام. جميع الارباح ديال هاد 3 أيام غادي يكون التبرع لصالح مؤسستين خيريتين اللي هما American Foundation of Suicide Prevention و اوتوم سنايدر Tribute Fund، الصندوق ديال سنايدر اللي كان دارو. وهادو بجوج، علما ان بنت سنايدر كانت تعرضت للانتحار. وهاد المؤسستين هما في الاصل ديالهم كينشروا الوعي حول الصحه النفسيه ووقايه من الانتحار. وهذا الشيء علاش دارهم سنايدر زاك سنايدر انهم يكونوا مداخيل ديال هاد 3 أيام بسبب الوفاة الابنة ديالو اوتومان. حاليا هاد 3 أيام غادي يبان حاليا لي فان متقسمين لجوج، اما غادي تكمل القصه ديال الثلاثيه ديال جاستس ليغ وجميع الاعمال اللي المفروض انها كانت تكون قبل ما يجيو وارنر بروس مع الخطة الجديدة ديال جيمس غان اللي هي الروبوت ديال العالم ديال دي سي في عمل فلاش. اما غادي يكملوا، وغالب الظن انه كل شيء كيقول ان اذا كانت شي امكانيه انها تكمل راه غتكمل على منصه نتفليكس. هادشي علاش داروا حمله لي فان ديال زاك سنايدر انه الاعمال ديالو اللي بقاو مازال ما تعرضوش انهم يتعرضوا في منصه نتفليكس. وكاين اللي قال انه الاعمال ديال زاك سنايدر راه ما غاديش تكمل، غير حاليا هادشي اللي كيدير زاك سنايدر مجرد توديع للعالم وارنر بروس وعالم دي سي فقط لا غير. بعد
فشل الأعمال الأخيرة ديال دي سي، خاصة بلاك آدم وشازام. فجا زاك سنايدر اللي من الأول ولحد الآن باقي واقف مع العشاق ديالو ومع الناس لي فان ديالو اللي ما كرهوش أنه يكمل الأجزاء ديالو الثلاثة ديال جاستس ليغ. زاك سنايدر هاد 3 أيام غادي يدير فيها، غيقدر يوصل ميساج بهذا الحضور اللي غادي يكون ديال لي فان ديال عالم زاك سنايدر، انه ممكن انه يكمل الاجزاء الثانيه والثالثه ديال سنايدر فيرس العالم جاستس ليغ. لي فان ديال زاك سنايدر كانوا داروا على ان يسولوا نتفليكس انها تبنى المشروع ديال ماشي تاخذ، لا ما تقدرش تاخذ الحقوق ديال الشخصيات ديال جاستس ليغ اللي هما سوبرمان وباتمان واكوامان ووندر وومان وفلاش وسايبورغ وكاع الشخصيات اللي كاينين في عالم دي سي، ما تقدرش تاخذهم نتفليكس. هادشي اللي كان الناس كيتصحابوا في الاول، ورغم من ذلك تقاتلوا داروا هذه القضيه الى ان تبين العكس، وذلك بعد ما قامت وارنر بروس بعمل رسوم باتمان كابيت كروسيدر منصة أمازون برايم. هذا مما أكد أنه ممكن أن نتفليكس تاخذ هذه الأعمال ديال زاك سنايدر حتى هي بعد ما قامت هذه الشخصيات أنها تباعت في بلاصة ما تحط في HBO ماكس اللي هي تابعة لورنر بروس، المنصة خارجة عليها اللي هي أمازون اللي هي تابعة لأمازون. فبالتالي ممكن وفي الاستطاعة ديال شركة نتفليكس اللي هي شركة غنية وقادرة أنها تشري الأجزاء الأخرى ديال زاك سنايدر باش تعرضها عندها في بلاصة ما تعرض في HBO ماكس أو في السينما، في قاعات السينما. زائد أنه كان حوار بين زاك سنايدر والأخوان روسو أنهم كانوا سولوه في إمكانية أنه يدار جزء ثاني أو ثالث لجاستس ليغ. فالكلمة الوحيدة اللي قالها هو one day، في يوم ما. ما قالش ممكن أو بعيد، شيء بعيد أو شي حاجة بحال هكا. أكد على أنه واحد النهار، يعني مصير أنه غادي يكون هذاك النهار. فبالنسبة للناس اللي ما عارفينش شكون هما دي روسو برودرز اللي دار معاهم استجواب زاك سنايدر، فهما المخرجين اللي داروا أعظم 2 أفلام في عالم مارفل اللي هما دي افنجرز انفينيتي وور و دي افنجرز اند جيم. من بين التسريبات على هاد 3 أيام أنه إمكانية حضور جال جادوت ممثلة دور وندر وومان، خاصة أنها تزادت في 30 أبريل 1985 وهاد 30 أبريل هو يوم من بين هاد 3 أيام اللي هما 28 و 29 و 30 أبريل اللي هما غدا وبعد غدا ويوم الأحد. ومن هذا المنبر تحية خاصة لكاع المواليد شهر أبريل، بينهم الأخ ديالي مزداد في 28 أبريل اللي هو غدا إن شاء الله، متمنيا له طول العمر والصحة والسلامة. مبروك عشركم وكل عام وأنتم بخير، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يجيكم كل جديد، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم. It's written.